انا دلوقتي حالا هلعبك لعبة لذيذة جدا، بس للأسف لما تعرف نتيجتها هتندم انك لعبت معايا. ارفع ايدك زي ما انا رافعها كده دلوقتي، ونزل صباع لو الحاجة اللي هقولها حصلت معاك. نزل صباع لو كنت بتتضرب كتير وانت صغير. قلة أدب، مشاكل، إهانات. نزل صباع لو ابوك وامك بيتخانقوا كتير مع بعض. مارس عليا قبل كده فهضرب ابني وانا متضايق من نفسي، بعيط وحاسس بالذنب وانا باذيه. نزل صباع لو بتحس ان مفيش اي حد من اهلك بيفهمك. أول مرة اتضربت فيها لما شربت سجاير من والدي الله يرحمه. نزل صباع لو بتتوتر لما بتسمع صوت حد من اهلك بيزعق. بس برضه ما يمنعش ان ممكن الاهل يبقى عندهم بعض الكلاكيع والعقد اللي جواهم ده اكيد. واخيرا نزل صباع لو ما عندكش اصحاب كتير وبتكتئب بسرعه. هم عايزين راسمين لك خط في دماغهم، انت عايزينك منهج تمشي عليه. لو نزلت صباعين او اكتر فيؤسفني اقول لك انك مريت بتجربه من اصعب التجارب اللي انت مريت بيها في حياتك، ولسه اثار التجربه دي موجود عليك لحد النهارده، وهي العنف الاسري. مسا ابو الاصدقاء، اهلا بيك في اوضتي المتواضعه وفي حلقه جديده من برنامج المحقق. يوم 10 يناير سنه 2025 مجموعه من ضباط الشرطه المصريين قاعدين في القسم. المهم هم قاعدين يقوم رنن التليفون، فواحد من الضباط دول يعني قام يرد، فيلاقي ان في جريمه قتل حصلت في حته اسمها المطريه، ولو ما تعرفش المطريه دي فين فدي منطقه موجوده جوه القاهره في مصر. المهم ابو الاصدقاء الضباط ياخدوا بعضهم ويجروا على المكان بتاع البلاغ عشان يشوفوا ايه اللي حصل هناك والبلاغ ده سببه ايه. واول ما يوصلوا هناك يلاقوا واحده من ابشع الجرايم اللي عينهم هتشوفها. اللي حصل ان في بنت كانت عايشه في المطريه عندها 18 سنه. المهم ان زي ما تقول كده ان البنت دي هي وباباها كانوا بيتكلموا مع بعض، فزي ما تقول ان وهم بيتكلموا حصل ما بينهم خلاف في الكلام، فكلمه من هنا على كلمه من هنا قام الاب اتعصب على البنت ودور فيها الضرب. فضل يضرب في بنته ضرب هستيري بايده ورجله والعصايه، لدرجه ان البنت من كتر الضرب اغمى عليها، ضربها ضرب وحشي. فالاب بقى عشان يفوق بنته من حاله الاغماء اللي هي فيها دي، تفتكر عمل ايه؟ جاب لها ميه بسكر. ابوها عشان يفوقها من حاله الاغماء اللي هي فيها كان بيجيب سكينه ويسخنها على النار، لدرجه ان السكينه بتبقى حاميه جدا، ويبدا انه يلسعها بالسكينه دي في حتت حساسه في جسمها، بس كانت بتفوق من كتر الالم. المشكله ان الراجل ده فضل يعمل الموضوع ده على بنته بلا رحمه، فضل يعمل فيها كده حوالي 5 ساعات متواصله، 5 ساعات بيضرب في البنت ضرب عنيف جدا، والبنت لو اغمى عليها يروح على طول لاسحها بالسكينه 5 ساعات بدون توقف، لغايه ما روح بنته طلعت في ايده، والبنت ماتت. والجريمه دي اتصنفت انها واحده من ابشع جرائم العنف الاسري اللي حصلت في مصر الكام سنه الاخيره. بس انت عارف انا اللي كان مجنني ليه واحد ممكن يعمل كده في بنته؟ فادركت ان عشان اعرف ليه الراجل ده عمل كده في بنته محتاج الاول اعرف ايه هو العنف الاسري، وهل معنى العنف الاسري انك تتعرض للضرب من ابوك او امك او من جوزك لو انت ست متجوزه، ولا في انواع تانية احنا ما نعرفهاش؟ وعشان كده النهارده نزلنا نسال الناس ايه معنى العنف الاسري. العنف الاسري مثلا العيله بتاعتك تعاملك طبعا بطريقه مش كويسه، زعيق، عصبيه، كلام من ده. اي عنف مثلا ممكن يحصل داخل الاسره، اب يضرب ولاده وام تضرب ولادها بطريقه عنيفه جدا. الاب والام عامه يزرعوا افكار سلبيه بالنسبه لابنهم، او يكون في ضرب مثلا، اهانه، الكلام ده كده. مشاكل ما بين اب وام، اضرار للاطفال، ضرب مثلا باسلوب غير كويس، يطلع الابن متعقد نفسيا. تعرف ايه هو العنف الاسري؟ خدت الحاجه دي في المدرسه قبل كده؟ ايه هو العنف الاسري؟ مش عارف. وعشان كده احنا جينا النهارده نسال دكتور ابراهيم خطاب، لان ان اردتم ان تسالوا شيئا فاسالوا اهل العلم. ازاي يا دكتور؟ الحمد ايه الاخبار؟ زي الفل. انا قبل اي حاجه عاوزك تعرف نفسك للجمهور. انا اسمي ابراهيم خطاب، انا اخصائي نفسي ومعالج سلوكي، بشتغل في مجال التدريب والاستشارات. الحمد لله عندي خبره اكتر من 15 سنه في مجال التدريب والاستشارات. ايه هو العنف الاسري؟ الفكره في العنف الاسري انه بيمارس ضغط على الطفل من قبل الاب والام. تمام. الضغط ده او الاذى ده ليه انواع كتير، بس قبل ما نقول الحته دي انه احيانا كتير العنف الاسري بيبقى متعلق بمفاهيم وافكار سليمه عند الاب والام. يعني النيه ايجابيه، انا عايز اساعدك، عايز اخليك كويس، عايز اخليك راجل، عارف المفاهيم انه هي من منظورهم هم او نيتهم ايجابيه جدا. السلوك نفسه بيبقى سلوك مؤذي. العنف الاسري بكل بساطه هو نوع من انواع الاساءه والاذى اللي ممكن تتعرض لهم من اي حد من افراد اسرتك، سواء بقى من ابوك او امك او من جوزك لو انت ست متجوزه، ومش شرط تكون الناس اللي هي قريبه ليك من الدرجه الاولى، ممكن يبقى حد من عمامك او خلانك او اخواتك. الفكره بس ان هو للاسف يكون حد من داخل افراد اسرتك. طب ايه بقى انواع العنف الاسري؟ العنف الاسري ده مثلا يعني نوع واحد ولا هو ليه كذا نوع؟ لا طبعا ليه كذا نوع. مثلا يعني قول لي ايه الانواع اللي انت تعرفها. اول حاجه طبعا ان هم مثلا يحبطوه دايما، مش واخدينه مثلا على محمل الجد، يبقى مثلا في عصبيه في الكلام،
مش مدينه مثلا تقدير وكده. العنف الاسري يعني في حاجه بتبقى نفسيه مثلا بتاثر على نفسيه الطفل عامه، او موضوع الضرب عامه او كده يعني. يعني قصدك اللي هو عنف جسدي او عنف نفسي؟ بالظبط. بص اللي انا شايفه اللي هو يعني اللي انا شايفه يعني عامه اللي هو مثلا ممكن حد يكون قاسي على اولاده مثلا بيضربهم مثلا، حاجات بتاعت الافلام دي بس ما ممكن تخلي حد عنده تروما بعد كده لما يبقى عارف انت الحاجات دي. هل العنف الاسري انت شايف ليه انواع ولا هو؟ لا ليه انواع كتير، زي مثلا الاسلوب مثلا اللي مش كويس، تكسير الطموح، تكسير الطموح. كل حاجه مثلا يبقى عليك مثلا العيب اللي انت هم شايفينك دايما فاشل او مش ناجح، هم عايزين راسمين لك خط في دماغهم انت عايزينك منهج تمشي عليه. هل بقى في انواع تانية مثلا العنف الاسري غير العنف الجسدي او الضرب؟ بص، الأسوأ نوع او اكتر نوع مشهور زي ما انت قلت كده اللي هو الايذاء الجسدي. جميل. الايذاء بالضرب. جميل. اللي الاهالي ما بتكونش واخده بالها منه قوي، او احنا محتاجين نبقى احنا مدركينه، انه اثر العنف اللفظي احيانا اكتر او اعلى من العنف الجسدي. انه هقول لك يا فاشل يا غبي، الايذاء باللفظ بالكلام، انا بستخدم كلمات بتاذيك. الفكره بتاعت ايه؟ الام بتكلم ذاكر يا فاشل عشان تحفزه وتستفزه ان هو يقوم يذاكر، كانه ده جزء من التحفيز. جميل. العنف الاسري انواعه كتيره جدا على عكس المتوقع بالنسبه للناس، لان ابو الاصدقاء في ناس كتير بتسمع كلمه العنف فبيرتبط معاها المفهوم بالضرب او الايذاء الجسدي، بس في الحقيقه ان الضرب والايذاء الجسدي هم نوع من انواع العنف الاسري، لكن مش العنف الاسري ككل، لان هو ليه صور كتيره جدا. بس لو هنصنفهم تحت حاجتين، العنف الجسدي والعنف النفسي. طب ايه الاخطر فيهم؟ الاتنين اخطر من بعض، وغالبا كمان هم بيكونوا مرتبطين ببعض. يعني مثلا اخطرهم بالنسبه لحياه الانسان لان ممكن يؤدي الى ان هو يموت هو العنف الجسدي، لان فكرته الاساسيه ان حد يأذيك جسديا، يعتدي عليك بالضرب زي قصه البنت اللي من المطريه اللي انا لسه حكيها. ومشكله العنف الجسدي ان هو دايما بيكون مصاحب ليه العنف النفسي، يعني زي ما بيقولوا كده انت بتتضرب وبتتهزق او بتتعرض للعنف النفسي. وعشان كده انا بشوف ان العنف الجسدي هو اخطرهم، لانه ميكس بين العنف الجسدي وكمان مع العنف النفسي. وفي الحقيقه انا ده مش بقلل منه خالص، لان ده مش معتمد ان حد يكون بيضربك عشان يعنفك، لكن هو معتمد انك تكسر اللي قدامك بكلامك وافعالك من غير ما تلمسه، زي انك تشتمه تهدده وتحسسه بكلامك انه ملوش اي قيمه واي فايده. واصعب حاجه على الانسان انه يحس ان ملوش اي قيمه ولا اي فايده. طب هو عايش ليه؟ والعنف النفسي مش شرط يكون كلام، ممكن يبقى افعال، زي بقى الصمت العقابي، التجاهل، انك ما تهتمش بيه. كل ده بالاصدقاء بجد بيكون مؤلم جدا، خصوصا لو جاي من اقرب حد ليك اللي هو ابوك او امك، اللي هو تخيل ان اقرب الناس ليك بيعاملوك كده. انت عارف كمان انا لما جيت ابص على احصائيات العنف الاسري في العالم انا لقيت حاجات تخض. تفتكر يعني نسبه العنف الاسري في العالم وصلت عاليه جدا؟ يعني مش عايز احدد لك نسبه بالظبط، بس ممكن نتكلم ان الموضوع اوفر شويه. لا كتير، ملايين طبعا. ده في حاجات بتحصل اكتر، يعني في حاجات بره مصر يعني مش عندنا الحمد لله، يعني في بتبقى في استعباد اطفال في افريقيا وحاجات في ما اعرفش فين في اسيا، يعني في حاجات في حاجات بتبقى لا اقصى من عندنا بكتير، اكتر بكتير يعني من عندنا. طبعا. تفتكر كم حد بيتعرض للعنف الاسري في العالم مثلا؟ العالم كله يعتبر العالم كله بيتعرض العالم كله العالم كله. على حسب الاحصائيات اللي نزلتها اليونيسيف سنه 2024، والاحصائيه دي كانت عن العنف الاسري اللي بيحصل ضد الاطفال في العالم. اليونيسيف بتقول في الاحصائيه دي ان كل 4 دقائق في طفل من الاطفال اللي موجوده في العالم بيموت بسبب العنف الاسري اللي بيتعرض له من اهله، منهم 30,000 شاب في سن المراهقه كل سنه. 2 من كل 3 اطفال بيتعرضوا للعنف الجسدي بشكل منتظم، والكلام ده من اهلهم لو عملوا اي حاجه غلط، واكتر من تلتينهم بيزيد عليهم العنف النفسي مع العنف الجسدي ده. يعني تعالى معايا كده تخيل لوهله الارقام دي، ارقام مرعبه، وكل ده بيحصل لاطفال من جانب اهاليهم. وده اللي زود فضولي وخلاني عاوز اعرف ليه اب وام ممكن يعملوا كده في اولادهم اللي هم اقرب حد ليهم. ملحوظه بس قبل ما نبدا اننا ندوس في الجزئيه دي من الحلقه، في ملحوظه لازم اوضحها عن العنف الاسري. العنف الاسري مش شرط يبقى دايركت، يعني مش شرط ان الاب والام بيعذبوا او بيضربوا ابنهم او بيعنفوه نفسيا عشان كده نسميه العنف الاسري. الموضوع كمان خلي بالك ممكن يبقى ان دايركت، يعني لو الاب والام دايما بيتخانقوا مع بعض والاب ممكن يتطاول على الام ويضربها، ان الطفل يشوف ده ويبقى عايش في الاجواء المضطربه دي حتى لو ما حدش بيجي جنبه، ده من انواع العنف الاسري على الطفل. ليه بقى ممكن الاب او الام يعملوا كده في اولادهم؟ طب ليه تفتكر اصلا ان ممكن اب او ام يعملوا كده في اولادهم؟ هم مثلا فاكرين ان الطريقه دي صح، ان هم مثلا بيحموا ولادهم او بيعلموهم حاجات جديده او يعلموهم الصح، لكن دي مش طريقه كويسه طبعا. يعني مثلا انت شايف ان ليه مثلا اب او ام ممكن اللي هو يضربوا ولادهم او يعرضوهم للعنف؟ يعني انا عايز افهم النقطه دي. والله بترجع لتربيه الاب او للام. جميل. مش شرط يبقى ابنه هو اللي يكون وحش، لا ممكن ترجع لتربيه الاب او للام. بمعنى يعني انت قصدك ان يبقى حد مختلف الاراء عن تربيه الطفل مثلا،
في الام اللي كويسه بتربي كويس والاب مش كويس يعني انا برضو ده اللي معظم الناس استغربوا ليه ممكن اب وام يعملوا كده في اهم شخص عندهم اللي هو ابنهم. حلو قوي السؤال ده. احنا جاوبنا على جزء منه في الاول، انه دايما العنف سواء كان لفظي او جسدي نابع من ان هم اتربوا على كده، ونابع من النية الإيجابية. اوكي يعني أنا عايز أحفزك مش عايز أذيك. جميل فاهم؟ يعني ماما بتعمل ده مش بغرض الأذى، جميل ماما بتعمل ده بغرض ونية إن أنا بساعدك جميل. مش إن أنا بأذيك. بس برضه ما يمنعش ان ممكن الاهل يبقى عندهم بعض الكلاكيع او العقد اللي جواهم ده أكيد. يعني بس قصدي انه انا مش هبقى قاصد اقعد معاك اذيك او اكسرك. يعني خلينا نقول بنسبه 98% من الاسر هو غرضه الرئيسي والاول والوحيد مش انه يأذيك، انه يحفزك بس بطريقه غلط. كل الدراسات البحثيه اللي اتعملت على الموضوع ده بتقول ان مفيش سبب وحيد نقدر نقول عليه ان هو ده سبب العنف الاسري من الاباء يعني تجاه الابناء، لان باختصار الموضوع متعلق باكتر من سبب. يعني على سبيل المثال السبب الاكثر شيوعا ان الاب يضرب ابنه او يعامله بطريقه مش كويسه، ده ممكن يكون سببه ان الاب او الام غالبا اتربوا بنفس الطريقه. في تاريخ من العنف الاسري في العيله نفسها، فالاب او الام كانوا بيتضربوا او بيتعاقبوا وهم صغيرين، فبالتالي هم شايفين ان من الصح ان هم يربوا اولادهم بنفس الطريقه لان هم غالبا اتربوا كده. وخلي بالك ده واحد من الاسباب مش السبب الوحيد، ممكن كمان يكون ضغط او مشاكل نفسيه عند الاباء، ان هم مثلا دايما مخنوقين او دايما عصبيين مش طايقين يسمعوا كلمه من حد، دايما تحسهم كده في حاله اكتئاب. كل ده ممكن يترجم على هيئه خناقات ما بينهم او يترجم على هيئه عنف جسدي او نفسي على اولادهم عشان ينفسوا عن الحاجات اللي موجوده جواهم دي. طب بما انك بقى بتتكلم على موضوع الضرب وانت صغير، انت ايه العلقه اللي انت خدتها ومش ناسيها؟ لا كانت ممكن علقه عشان الشهاده كانت النتيجه مش احسن حاجه وكده. فهو بالنسبه له يعني هو كان عمي لان والدي متوفي. فهو بالنسبه له اللي هو يعني لا مش انت اللي تجيب النتيجه دي، فاهم قصدي؟ فوصل الموضوع من خلال الضرب يعني. طب انت بقى ايه اكتر موقف انت فاكره مثلا؟ يعني انت ايه اكتر علقه انت فاكرها خدتها وانت صغير؟ علقه انت ما نسيتهاش يعني، انت فاهم؟ كنت صغير قوي يعني مش فاكر حاجه يعني، مش فاكر علقه محدده كده خدتها عشان عملت حاجه غلط زي سن صغير مثلا كان عنده 7 8 سنين ولا 10، بس بعد كده خلاص بقى الواحد كبر بقى بيتكلموا معاك الاهل وكده، فاهم؟ بقيت انت برضه مفيش حد ما اتضربش، مفيش حد ما اتضربش وهو صغير. طب انت ايه العلقه اللي انت خدتها ومش ناسيها؟ يمكن اول مره اتضربت فيها لما شربت سجاير من والدي الله يرحمه. حاجه طبعا ضرر، واب بيحاول يصلح من حال ابنه. طبعا واحنا صغيرين. طب ده ضرب يعني كان وصل لاني ليفل؟ لا بس ما كانش اللي هو، كانت حاجات خفيفه برضه لاجل ان احنا نتعلم بس صح من الغلط، اللي هو مش ضرب اللي هو العنف الاوفر يعني. لا طبعا. انت عمرك اتضربت قبل كده؟ خدت علقه انت؟ قول لي اكتر علقه انت فاكرها. مش فاكر ولا علقه؟ علقات كتير. طب ايه طيب قول لي اكتر موقف انت عملته كده فاكره، ما تبصلوش مش هيعمل لك حاجه. قول لي اكتر موقف انت فاكره كده. خانقت مع اخويا واتضربت. وخلي بالك ممكن برضو يبقى ضغط مجتمعي على الاباء زي الفقر او البطاله، لان لو في فقر في الماديات او مثلا ان الاب ما بيشتغلش، اي بيت هتلاقيه كده دايما هتلاقي البيت ده مش مظبوط، لان الفقر والبطاله بيخلوا نفسيه اي حد وحشه. ده لو شاب لسه متخرج وما اشتغلش بيبقى نفسيته وحشه، ما بالك اب او ام عندهم التزامات واولاد. فكل دي عوامل بتزود التوتر جوه العيله، فبالتالي بتترجم على هيئه عنف اسري سواء مباشر بقى على الاولاد او غير مباشر. انا مش بقول ان الاسباب دي مبرر، بس احنا بنشوف ان الموضوع اساسه بادئ منين. واخيرا ممكن يكون للاسف نوع من انواع التربيه الغلط اللي الاب او الام اتربوا عليها، يعني انهم اتربوا على ان الضرب هيخلي الولد محترم. المفهوم مشوه، يعني الاب او الام عندهم فكره مشوهه عن التربيه، انه ده انا اتربيت كده، يعني انا اتربيت انه انا اتضربت فجاب معايا نتيجه، فبقى في بالي انه لما اضرب ابني هيطلع كويس. الام او الاب يروحوا للاستاذ يقولوا له اكسر واحنا نجبس، على اساس ان بالضرب الطفل هيتعلم، او انهم مثلا يبقوا معتقدين انهم لو عملوا البنت بطريقه وحشه او ما احتووهاش ده هيخلي البنت ما تتمرعش عليهم، والعكس بقى لو دلعوها واحتووها البنت هتتمرع. دي معتقدات اترسخت في دماغ اباء كتير جدا بسبب ان للاسف اتربوا تربيه غلط، فبالتالي ما بيكونش قدامه غير عيلته عشان يطبق عليها المعتقدات دي. بس اصلا ابو الاصدقاء ازاي حاجه زي العنف الاسري سواء المباشر او الغير مباشر ياثر على الطفل؟ كل الابحاث العلميه اللي اتنشرت في NIH اللي هم ناشونال انستيتيوتس اوف هيلث لقوا ان العنف الاسري على الاطفال دايما بتكون نتائجه سلبيه، سواء بقى تعرضوا له بشكل مباشر او غير مباشر. يعني الطفل مثلا اللي بيشوف والدته بتتضرب وبتتهان قدامه من ابوه طول اليوم، في زعيق طول اليوم، في حاجات بتتكسر، حتى لو الطفل ده محدش لمسه الطفل ده بيتاثر جدا. يعني على الجانب النفسي نمو الطفل بيتاثر جدا، دايما هيكون الطفل حاسس بخوف وتهديد واكتئاب، لان اكتر شخص هو بيحبه وبيعتبره مصدر امانه هو اكتر شخص بالنسبه له بيأذيه. ويا سلام بقى لو الطفل بيتعرض مع الموضوع ده لعنف جسدي، هتلاقي ان الطفل بقى خايف يغلط او يفشل، لان قصاد ده ماما وبابا مش هيحبوه ايه ده كمان ممكن يضربوه، وكأن الاب والام بيخلوا قيمه الابن بترتبط بالحاجه اللي هو
هيعملها، والله لو جبت الدرجه الفلانيه او عملت الحاجه الفلانيه اللي هم عاوزينها احنا كده هنحبك. لكن فيما عكس ده الطفل بيتعرض للعنف الاسري، وكل ده داخليا الطفل بيحس بيه. لكن تعالى لي بقى على المستوى النفسي الخارجي، برضه هتلاقي ان الطفل بيتاثر. يعني مثلا ممكن يبقى عدواني جدا مع زمايله، او ممكن يبقى جبان وبيخاف من زمايله، وده بيرجع لطبيعه الطفل. ممكن تلاقي على طول الطفل حاسس بحزن واكتئاب، اقل حاجه ممكن تعيطه. وخلي بالك كل ده على المستوى النفسي بس، ده كمان العنف الاسري بيأثر على النمو العقلي بتاع الطفل. يعني ممكن تلاقي ان الطفل مش شاطر دراسيا، عقله مش بيستوعب حاجات المفروض ان الاطفال اللي في سنه بيستوعبوها عادي جدا. يعني مثلا على حسب دراسه اتعملت على مجموعه اطفال من بريطانيا اللي امهم اتعرضت لعنف اسري من جوزها وهي حامل فيهم، كان الابن بيكون اكثر عرضه انه يكون عنده انخفاض في الاي كيو او معدلات الذكاء بنسبه 50%. انت متخيل تاثير العنف الاسري على الاطفال وصل لحد فين؟ وطبعا نتيجه لكل التاثيرات والحاجات اللي بتحصل للطفل دي، الطفل بيحصل له زي بلوك من اهله، ما بيكونش متقبلهم. حتى لو مش قادر يوصف ده، هو بيكون شايف ان ماما وبابا اللي بيضربوه او حتى بابا اللي بيضرب ماما هو شرير، وهو عكس كل الابهات بتوع صحابه. فبيحصل كده زي حاجز نفسي للطفل من ناحيه الشخص اللي بيمارس عليه العنف الاسري. بس هل تاثير العنف الاسري اللي الطفل اتعرض له وهو صغير بيقف معاه لحد الطفوله ولا بيكمل معاه لحد ما يكبر؟ هل لما بيكبر الموضوع ده بيفضل مستمر معاه، التاثير بتاع الموضوع ده بيستمر معاه لحد ما يكبر؟ طبعا، وخصوصا لو احنا في اسره مضطربه، الطفل ده بيكبر بنسميه حاجه اسمها شخصيه ارضائيه. اللي ما يعرفوش معظم الاباء للاسف ان العنف الاسري اللي اتعرض له الطفل وهو صغير ومش فاهم حاجه، سواء بقى كان عنف اسري مباشر او غير مباشر، هيفضل مأثر عليه نفسيا لحد ما يكبر. يعني مثلا في دراسه اتعملت على 457 شاب في سن المراهقه اتعرضوا للعنف الاسري وهم اطفال. الدكاتره النفسيين لاحظوا ان الاثار بتاعه العنف الاسري اللي اتعرضوا له وهم صغيرين لسه موجوده عندهم، على الرغم من ان عدى سنين كتير على ده. فتلاقي ان معظم الشباب دول بيكتئبوا بسرعه وبيحصل لهم حزن شديد جدا من اقل حاجه، او ممكن يكون بدون حاجه اصلا، دايما حاسس بخوف واضطراب حتى لو مفيش حاجه تخوفه. ده غير بقى ان بيتولد عنده نوع من انواع التمرد على الناس، وبيكون بيتعصب بسرعه جدا، وللاسف ممكن هو كمان مع الوقت يبقى عنيف. فلما يكبر ويخلف هو كمان غصب عنه بشكل لا ارادي هيعرض ولاده للعنف الاسري، وبتفضل دوامه عامله زي الوباء بتتنقل خلال كل الاجيال. ودي الحقيقه المره للاسف، هم كمان لما كبروا عرضوا ولادهم للعنف الاسري. وعشان كده ما تستغربش لما تلاقي قوانين بتحرم موضوع العنف الاسري ده. في النهايه والاصدقاء اللي انا عاوز اقوله لك ان انا حاسس بيك لو كنت تعرضت لاي نوع من انواع العنف الاسري وانت صغير، او للاسف لو انت لسه بتتعرض له. الموضوع انا عارف ان هو صعب جدا، واضراره النفسيه حتى لو كبرت ممكن تكون لسه مأثره عليك. انت اللي عندك المشكله، انا فهمت. فانت اللي محتاج تساعد نفسك، مش انك ترمي الكوره عندهم، لانك هنا هتتحول لشخصيه شكايه، هتلعب دور الضحيه بقى في كل جوانب حياتك. هتلاقي مشكلتك دي لو انت ما عالجتهاش مكمله معاك. بالظبط. واللي عاوز اقوله لك ان لو للاسف في حد من عيلتك بيمارس عليك العنف الاسري، هو ممكن ما يكونش قصده ده، لان بكل اختصار ممكن الاب او الام يكون للاسف اتربوا بشغله غلط، او يكونوا فاهمين ان الضرب او التعنيف النفسي بيجيب نتيجه. انا مش بقول ان ده تبرير، بس ده لازم تبقى فاهمه. ما تستناش حد ياخد بايدك قبل الاصدقاء، حاول تقوم نفسك بنفسك. انا متقبل انك اتاذيت ومحترم مشاعرك ومتقبل ان انت موجوع، بس مش هينفع نقف هنا، لازم ناخد خطوه. لا، ما هو انت حياتك مش هتقف هنا، انت بتضيع عمرك وبتضيع حاجات حلوه كتير حواليك وانت واقف هنا. لازم بقى اقوم دلوقتي اشوف انا المفروض اعمل ايه. وما تنساش تبص على المصادر اللي موجوده في الديسكريبشن تحت، وكالعاده ما تنساش تعمل شير.